اسمع ياد يا مس انت، اوعى تتنطط علينا انت وانتر ميامي بتاعك ده. اديني بقول لك اهو، ماتش الافتتاح هيبقى بينا ما بينكم، فما تخلينيش اعملها معاك. اذا كنت انت ساحر الارجنتين فالعبد لله ملك القضيه ممكن عند الاهلاويه والمصريين. ايه بس يا عم قفشه؟ قفش عليا ليه كده بس؟ وعمال تنزل في بوستات وتصريحات، وكل ما تشوف حد تقول له احنا هنعلم على ميسي. ده ما كانش حته ماتش اللي هنلعبه مع بعض ده يا اخي. وبعدين خلي بالك، الخوف مش من اللي جاي، الخوف من اللي بعد كده. لا لا، اضرب فرامل وعشق هنا يا حبيبي. ده الكلام ده بتاعي، ده ماركة مسجلة على اسم قفشة. وبعدين انت اللي جابك تلعب هنا في امريكا؟ ما كنت رحت السعودية زي الواد كريستيانو، وهناك الاشياء معدن، وكنت هتعمل لك قرشين حلوين. بس يا عم قفشه، ما تجيبليش سيره الواد كريستيانو ده. وبعدين اساسا انا كنت رايح السعوديه، واول ما لقيت الزفت كريستيانو ده رايح هناك حلفت بالطلاق ما انا حاطط رجلي هناك، وقلت بقى اطلع على امريكا لقط رزقي. ياه، ده انت شايل قوي من الدون. بس خلي بالك، انا بحبه وبحب اعمل الاحتفال بتاعه، وان شاء الله هجيب فيكم جون وهجري قدامك واعمل سي. وبعدين احنا التلاتة سواء انا او انت او كريستيانو نجوم كبار، فالمفروض يعني ما يبقاش فيه المقارنات دي ما بيننا. على رايك يا ابو القفايش، احنا اساطير والباقي حمام بيطير. طب بقول لك ايه، تتوقع الماتش بتاعنا ده هيخلص كام كام؟ الماتش ده برنس الليالي هيخلص 5 بالصلاة على النبي. ليه يا عم، انت هتلعب الزمالك ولا ايه؟ وبعدين 5 دي كتير قوي يا عم قفشه. يا ابني انا قصدي الماتش هيخلص الساعة 5 علشان هو هيبدأ 3، وبعدين احنا كده كده هنفوز عليكم. فما تقعدش بقى تسرح بخيالك وتعيش الوهم. ده احنا اكبر فريق في افريقيا، وبطولة كاس العالم للأندية دي بنلعب فيها اكتر من كاس مصر. يا عم انت هتحكي لي عن النادي الاهلي؟ ده انا عارفه من ساعه ما بدات كوره. يا ابني ما انا كنت مع برشلونه لما لعب الاهلي في المئويه بتاعته، بس ما قدرتش اجيب جوان ساعتها. لا يا باشا، الاهلي بتاع زمان غير دلوقتي، مع احترامي يعني للنجوم الكبار بتوع زمان. انت دلوقتي هتلعب منتخب مش فريق. عارفه انا لو منكم انسحب من الماتش ده علشان ما تطلعوش بفضيحه. يا عم قفشه، ده ماتش افتتاح وشكلها هيبقى وحش لو انسحبنا. وبعدين هو انت فاكرنا الزمالك عشان ننسحب؟ وبعدين انا كل اللي خايف منه الشناوي وطقم الدفاع بتاعه. ده الواحد مش هيقدر يجيب فيهم جون ولو حتى تسلل. يا عم ميسي، انت اساسا مش هتقدر تعدي من وسط الملعب. هتروح فين انت في ديانج ومروان عطيه وحمدي فتحي؟ دول لو شافوك معدي نص الملعب هيعملوك سندوتش ويتغدوا بيك. يا نهار اسود، ده كله كوم وثلاثي ولا رباعي الرعب كوم تاني. عندك امام عاشور وزيزو وبن شرقي واسامه ابو علي. ده الواد وسام ابو علي ده بيجيب جوان كانه بياكل ترمس. واحنا عندنا الحزين اللي اسمه لويس سواريز عايز واحد يشيله علشان يدخل به الجون ويجيب جون. يا عم ميسي سيبك من الهري ده كله. وبعدين حتى يا اخي اللي معزمتين على اي حاجه، لا شويه فراخ كده على شويه حمام على شويه بط. انت ايه يا عم، بخيل ولا ايه؟ حمام ايه وبط ايه بس يا عم قفشه؟ انت فاكر نفسك هنا في سوق التلات؟ ده هنا يا اخي بناكل اكل صحي، يعني خضار سوتيه شيبس وكاراتيه الحاجات دي يعني. اما انتوا عيال سيس صحيح، في حد برضه ياكل الحاجات دي؟ خلاص يا عم، انا هروح بقى اطلع الفرخه اللي الحاجه بعتها معايا واسلقها واتغذى بيها كده عشان اعرف اروق عليكم في الماتش ان شاء الله.